السلام عليكم يا احلى اخوات في الدنيا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا احلى مشاهدين في الدنيا دي كلها، صلوا على الحبيب وتعالوا نشوف ايه اللي خسر مننا وعرفنا نشتغل بيه ان شاء الله. معانا هنا كوبايه من التمر كان في التلاجة ومحدش بيرضى ياكله، حطيته في شويه ميه سخنين وقشرت القشره بتاعته وشلت النوايا بتاعته. حلو الكلام، مش دي وصفتنا طبعا. انا هقول لكم انا هعمل ايه، ولا هو ده اللي باظ مني، بس انا هقول لكم الحاجات المستغله نقدر نستخدمها. وحطيت عليه معلقه سمنه وعجنته مع بعضه زي ما حضراتكم كده شايفين، وهبتدي اكوره واحطه على جنب عشان نشوف احنا هنعمل بيه وصفه سهله وبسيطه وكل الناس هتحبها. ومش اول مره نعملها، عملناها قبل كده بس مش بالطريقه ديت. وتعالوا نشوف ايه تاني اللي باظ مننا، عشان احنا ما ينفعش الحاجه تبوظ مننا ونسيبها. هخلص الكمية كلها واكور كله على حسب الحاجة. بس انا بعد ما كورت الكرة ديت وجيت اشتغل بيها، لقيت الكرة كبيرة على حجم الحاجة اللي انا هحطها فيه. ابتديت اصغرها شوية، خلصت ما شاء الله الكمية. ونيجي هنا معانا ربع كيلو دقيق، يعني ربع كيلو دقيق يعني كوبايتين ونص. هنا زي ما انت شايفة اللبن خسر معايا خالص، ما كنتش عارفة اعمل ايه فيه ايه بصراحة. حطيته في الفريزر، بس بعد كده شوية افتكرت ان انا عندي لبن في الفريزر ورايب. قلت لا، طالما عندي عجوه ولبن بايظ، فانا قلت طبعا اللبن بايظ ده انا عمري ما هرميه وهنشتغل بيه. وتعالى اقول لكم ازاي. وكوبايتين دي زي ما قلت لكم، ومعانا هنا نص كوبايه من اللبن الرايب. اي لبن عندك رايب، وممكن تستبدليه بلبن عادي مفيش مشكله. معلقتين سكر ومعلقه خميره كبيره بس. ومعانا هنا معلقتين سكر بودر في العجين، قلبته كده وهعمل فتحة كده في النص وهحط. شايفين ده تلت كوباية، ده مقدار التلت كوباية، تلت كوباية زيت على سمنة، وممكن زيت بس وممكن سمنة بس اللي انتوا حابينه، وممكن زبدة برضو اللي متاح في البيت اشتغلي بيه مفيش اي مشكلة. هنبتدي نقلب كده ونشرب الدقيق من السوائل الدهنية بتاعتنا واحدة واحدة كده مع بعض. والحاجة سهلة وبسيطة وبأمر الله، مفيش حاجة معانا هتخسر ولا هيجرالها أي حاجة. هنستغل كل حاجة بأمر الله واحنا مع بعض. هبتدي كده اقلب وهنزل عليهم بالخميرة بتاعتي. خلاص تمام كده، سهلة وبسيطة. وهحط شوية كمان في الكوباية عشان لو حبيت او احتجت تاني للعجن. هحتاج حبة صغيرين وهحط معلقة معلقة زي ما انتوا شايفين. هبتدي اعجن فيها كويس. على فكرة دي عجينة من اللي بتتعجن عادي، هنعجنها شوية يعني في ايدينا، مش اللي هو نلمها وخلاص. نبتدي نعجن واحدة واحدة كده وخلاص كده تمام. انا مش هحتاج ولا نقطة مية تاني. هي خدت حوالي نص كوباية مية ومعلقتين كده. اعجن كده واحدة واحدة. طبعا هعرف ازاي ان هي اتعجنت او كده لمت معايا لما الاقي الطبق نضيف زي ما انتوا شايفين. ابتدت تلم الطبق معايا، وابتدت كل قطعة دقيق في الطبق تتلم زي ما انتوا شايفين كده. العجينة بقت رائعة، عجنتها شوية وهبتدي اغطيها لما تخمر، تاخد راحتها في الخمران زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله خمرت. هقطعها لكور معينة على حسب الحجم اللي انت عايزاه. انا الكرة دي كده مناسبة ليا قوي، هبتدي اقطع كله بنفس الطريقة. تعالى اوريكي هنحشيها ازاي. بصوا طراوة العجوة طرية بطريقة رهيبة، طعمها جميل جدا وممكن تتاكل كده، ممكن تعملها سندوتشات. يعني بصي ما تغلبيش في اي حاجة بأمر الله، هي مش للحشو بس وللأكل ولكل حاجة. بصوا العجينة طرية، ال ال اللهم صل على النبي، العجوة جميلة جدا. مفيش اروع من كده. عملت فتحات فيها كده عشان تبان ان دي عجوة، عشان انت لو ما قضيتش العجوة معاكي ممكن تعمليها من غير عجوة سادة يعني. فهتميزي ده من ده، ولو مش عايزة فتحات مفيش مشكلة، بس هي بتديها طراوة اكتر، بتبقى جميلة بصراحة. هبتدي اعمل كرة كرة كده وابتدي اشتغل اهو. بحاول اعمل فجوة في العجين وابتدي اكور وابطط تبطيطة صغيرة كده وابتدي اشكلها. وهبتدي احطها في الصاج بتاعي او في الصينية بتاعتي. والفرن يا جماعة هيكون على اعلى درجة. ماشي هيكون على اعلى درجة وكل حاجة، بس لازم احنا قبل ما ندخلها الفرن نكون مخمرينها. نكون ايه مخمرينها، هتخمر بامر الله. وبعد ما تخمر هنطلعها. هنطلعها هنطلعها منين قصدي، هندخلها طبعا الفرن.
فكده تمام ما شاء الله خمرت وتضاعف حجمها. ندخلها بقى الفرن على اعلى درجه، مش هتاخد منك 10 دقايق او ربع ساعه بالكتير قوي، وهتطلع وهتبقى زي الفل بامر الله. لو وصلت لغايه هنا ما تنسينيش في تعليق، ويا رب الوصفه ان شاء الله تكون عجبتكم، ما تنسونيش في تعليق منكم حلو، وارجو ان شاء الله ان انا اكون عند حسن ظنكم دايما. بصوا ما شاء الله طلعت اهي، بقت جميله ولونها رائع 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 من فوق من تحت، شكلها جميل وطريه طراوه. بصوا مش قادره اقول لكم، ما تجوش جنبها لما تبرد وهتلاقوها برضو طريه. بصوا ما شاء الله طريه ازاي، والعجوه فيها ناعمه وسايحه وجميله جدا. طبعا انت مش هتشتري من بره عجوه بالطريقه دي. بجد بجد الفيديو جميل ولذيذ وسهل وبسيط. ولو وصلت لغايه هنا ما تنسليش في تعليق حلو ولايك منكم، واشوفكم فيديو جديد واترككم في رعايه الله وامنه ان شاء الله باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.